التقى 9 من أبرز الرياضيين الزنوج مع كاسيس كلاي لمناقشة موقفه الرافض للخدمة العسكرية. وقال براون بعد اللقاء إن محمد علي صادق في معتقداته الدينية، هو مؤمن بدينه وموقفه مبني بالكامل على ذلك الأساس، وقد كلف رفض كلاي التجنيد خسارته للقبه وتعرض لإمكانية الحكم عليه بالسجن 5 سنوات. هل ستخدم؟ إن ذلك وبنسبة 1000% سيكون ضد تعاليم معالي السيد أليقا محمد ودين الإسلام والقرآن المقدس، الكتاب المقدس الذي نؤمن به. سيكون بمثابة التنكر لكل هذه الأمور التي دافعت من أجلها. هذا يعني أنك ستكون أمام إمكانية ذهابك إلى السجن بسبب رفضك الخدمة العسكرية. مهما كانت العقوبة ومهما كان الاضطهاد الذي يسببه دفاعي عن معتقداتي الدينية، حتى لو كان مواجهتي بسلاح رشاش في ذلك اليوم، فقد كنت على استعداد لمواجهته قبل أن أخون ديني. أنا مستعد للموت. إذن أنت لن تتأسف عن موقفك اللاوطني الذي اتخذته. أنا بطل العالم، وهذا هو المفوض الرياضي، وأنا هنا للدفاع عن لقبي. أعتذر فقط عما قلته للصحف ولوسائل الإعلام عندما كان علي مواجهة كل هذه الأمور، وعلى هؤلاء الآن أن يقولوا للناس بأنفسهم من يتحمل المسؤولية عن هذا. سيد كلاي. محمد علي. سيد محمد علي إن شئت ذلك. فقط محمد علي. عندما مثلت أمام هذه اللجنة قلت قبل ذلك إن لم تخني ذاكرتي إنك بطل الشعب. نعم. هل تعتقد أنك تصرفت فعلا كبطل شعبي؟ أجل.